يا عم أنا مش فاهم، كل ما يشوفني تقرير فين التقرير؟ طيب، إيه لازمة التقرير؟ عادي أم التقرير أهو، أهو، آدي أم التقرير. بقالة أمها مش موجود. بقالة عباس الزيارة الجاية. بقالة أم محمود خد أوردر. بقالة عم ياسر تحصيل. آدي يا عم، آدي التقرير وآدي أمنيتي أهو. يلا يا عم. انت فاكر ان مديرك بيطلب منك التقرير عشان يراقبك ولا عشان يقرفك؟ انت فاهم غلط. انا كنت مندوب في يوم من الايام، وكنت كل ما مديري يطلب مني تقرير اقول لنفسي هو عايز يعرف انا عملت ايه ليه، مش هو طالب مني رقم وانا جبته، عايز ايه تاني؟ وكنت شايف ان التقرير مجرد متابعة، عدد زيارات، عدد اوردرات، وخلاص خلصنا. لكن لما بقيت مدير فهمت الصورة كاملة. المدير ما بيطلبش التقرير عشان يعرف انت كنت عند مين وبس، هو محتاج يعرف السوق بيتحرك فين، مين من العملاء اللي مسحوباته بدأت تقل، المنافس دخل عند مين، وعامل عروض ايه المشكلة اللي بتتكرر في السوق، ومين من المناديب محتاج تدخل او دعم. لان في الاخر المدير ما بيشوفش السوق كله بعينه، هو عنده فريق، وكل مندوب شايف جزء. طبيعي انه هينزل السوق، بس زياراته مش زي زيارات المناديب، فالتقرير بيجمع الاجزاء دي مع بعضها، وعلى اساسها ممكن يغير توزيع المناطق او توزيع التارجت، يزود او يقلل الدعم، يتدخل عند عميل معين، يراجع الاسعار والعروض، او حتى يكتشف مشكله قبل ما تكبر. عشان كده لما المندوب يكتب تقرير مش حقيقي، هو ما بيضحكش على المدير بس، هو ممكن يخلي المدير ياخد قرار غلط، والمندوب نفسه هو اول واحد ممكن يتضرر من القرار ده. الخلاصه، لو لسه فاكر ان التقرير ده مجرد ورقه المدير بيطلبها منك عشان يراقبك او عشان يرخم عليك، التقرير مش معمول عشان المدير يعرف انت عملت ايه، التقرير معمول عشان الشركه تعرف هتعمل ايه بعد كده. قول لي بقى، انت لما مديرك بيطلب منك تقرير بتشوفه رخامه ومراقبه، ولا شايف انه فعلا بيساعده ياخد قرارات؟